أولا وبداية لا بد أن أضم صوتي إلى صوتكم لنتقدم بالتشكرات الخالصة والتهاني الحارة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يقود بحكمة وتبصر المسار التنموي لبلادنا، وفي الجانب الرياضي بالخصوص، وما يوليه جلالة الملك حفظه الله من عناية وتتبع دقيق ودائم لمختلف الشباب المغربي. وهذا المسار التنموي الرياضي والعناية المولوية السامية لن تزيد من شباب المغرب إلا طموحا نحو المستقبل الذي بطبيعة الحال سيعزز إن شاء الله الوضع المتقدم والعالمي الذي أصبحت فيه الرياضة المغربية وكرة القدم على وجه الخصوص.